زين. يا شيخ، هل فساد الأب أخلاقيا يمنع الرزق عن الأولاد؟ نعم. نعم، يوجد حديث الله عز وجل يقول: اسمع يا كل أب. حديث يقول قدسي، يقول: أنا إذا رضيت باركت. الله عز وجل يقول جل وعز: اسمعني. الله عز وجل يقول: اسمع، يعني أعطني عقلك. إني إذا رضيت باركت وليس لبركة نهاية. رب العزة يقول هذا. وإني إذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ 7 من الولد، والعياذ بالله. أعيد الحديث. يقول رب العزة لكل أب، هذه رسالة تنفع لكل أب: إني إذا رضيت باركت وليس لبركة نهاية، وإني إذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ 7 من الولد. لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ وكان أبوهما صالحا. سورة الكهف، الغلامين اليتيمين، كان الجد 7. ما رأيكم؟ حفظ الله المال لأن الجد 7 صالح. ما رأيكم بهذا؟ لهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ وليخشى الذين لو تركوا. هذه آية وعيد. يعني الذي عنده أبناء يجب أن يضع هذه الآية أمام عينيه. الذي عنده أبناء يجب أن يضع الآية هذه أمام عينيه. وليخشى الذين لو تركوا، أنت تخشى وأنا أخشى، من خلفهم ذرية ضعافا، أي الأبناء والزوجة، خافوا عليهم. تخاف على أبنائك وزوجتك؟ خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لهذا نعم الأبناء تسلب بعدم التقوى وفلاتة اللسان. هذا اللسان إذا فلت، الله عز وجل يكن يعني نسأل الله لا يبتليني، يكن الوبال على أبنائك. وإلا لماذا قال الله عز وجل فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا؟ قال أهل العلم: فمصائب الأبناء جلها تقع من ألسنة الآباء والأمهات. لهذا غيبة، نميمة، فلان قالت، فلان جاءت، فلان لبست قصير، فلان لبست طويل، فلان عورة، فلان، هذا ما ينفع. هذا كله الله عز وجل يسألك عنه، بل سيكون وبالا عليك. علم مالي وللناس إن مالوا وإن عدلوا، ديني لنفسي ودين الناس للناس. نسأل الله عز وجل لا يبتلينا. زين.